السلام عليكم ورحمة الله. دي طبعا علافة انا شقيتها كده عشان كنت اوفر في العلف الهالك. في برضه البط ما عندوش مشكلة، كل شوية يوم ينطور في العرق. ودي سقاية اوتوماتيك، ركبت لها محبس زاوية وحنفية كومبليشن زي ما انتوا شايفين. ده من المفترض في الاخر خالص اركب لها طبة عشان الصرف تبقى سهلة في النظافة، وسهلة ان انا اقفل المحبس واملاها واحط عليهم العلاجات بتاعتهم. شوية المية اللي بيشربوهم بينقصوا من الماسورة. لو دوست انا كده هتسمع صوت المية تنزل. هي دلوقتي المجرى مليانة المنسوب اللي انا ظبط عليه، انما انا لو ضغطت شوية بجبرها تنزل مية زيادة عن اللزوم. طبعا انا لو لقيت حنفية كومبليشن اصغر من ديت كانت بتبقى ممتازة، بحيث ان اللي يبقى موجود في المية 3-4 سنتي، بحيث ان هم ما يبلبطوش ما يوسخوش المية، لان البطة بتاخد اكل ببقها ويبقى فيه بواقي اكل ببقها، بعد كده تحطه في المية تعمل رواسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا السطوح معمولة عندي سيران شبك الزراعي، وتحت السيران عامل الشبك بسلوك التليفونات والقرايل بتبقى مرمية عشان احمل عليها شجرة اللوف. دي شتلة اللوف اهي بعد 7 ايام. شتلة اللوف اهي بتنبت. انا في كل ركن عامل ايه، عامل برميل وزرع فيه شتلات اللوف. انا نسيت اقول لحضراتكم، انا هنا مثبت الماسورة بارتفاع 10 سنتي لفوق بقفزين القفيز، بحيث ان البط ممكن يعدي فوق الماسورة يقلبها لي يغرق الدنيا. كل 2 مترين حاطط قفيز. تمام.